لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا يا جماعة كلنا شفنا الفيديو اللي هو نازل، طبعا مواطن في منطقة أبو الجود والأقصر، قطع رأس مواطن كان معدي كده من قدامه، وهو كان متعصب، وكان ماسك معاه سلاح، وهو طبعا بيتعاطى الشابو الحبوب المخدرة اللي هي اسمها الشابو دي. فبأي ذنب يعني قتل هذا الرجل؟ يعني احنا كل يوم والتاني بنسمع عن هذه الجرائم وهي متكررة، وما فيش اي رد فعل او اي حركة من اي مسؤول في البلد. يعني المفروض طبعا الناس دي لما اهله شايفينه متعصب وعارفين ان هو عنده الحالة دي، ان هو متهيج كده على طول من الموضوع ده، ليه ما تجهوش بيه بأي مصحة وحاولوا يسلموه عشان يتعالج من اللي هو بيشربه ده، من المخدرات اللي هو بيشربها؟ يعني ايه ذنب اي مواطن معدي؟ ما ممكن اي حد طبعا غير الشخص ده اللي هو بيقول جاره او هو كان معدي من قدامه يحصل له نفس الواقعة دي، يعني لا قدر الله يعني تحصل مع اي حد. طالما الاشكال دي طبعا الناس دي اللي هي ده طبعا متكررة في البلد، فالحكاية دي مش هتخلص، ملهاش أي نهاية. احنا كل يوم والتاني بنسمع عن هذه الجرائم وهي كلها شبه بعضيها. ففي الإسماعيلية من سنتين طبعا أو 3 كده، فكانت نفس الجريمة، شخص برضه متهيج كده بيشرب نفس الحبوب اللي هي الشابو دي، فقطع رأس مواطن برضه كان ماشي في الشارع، ويقال إن هو برضه كان جاره. فحرام يعني إن احنا نفضل كده بنتفرج وساكتين. فلازم يا جماعة كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض، نوصل صوتنا للمسؤولين ان هو الشباب دي اللي هي بتتعاطى على القهاوي بتتعاطى، ان تبقى في دوريات كشف او كده يعني عليهم، ويتجازى او يتحبس اي حد يبقى ماخد اي مواد مخدرة. فاحنا مش هنقدر نمنع الجرائم دي طول ما الاشخاص دي بتتعاطى نفس الحاجة. ولا قدر الله ممكن انت اي شخص، اخوك، امك، تعرض لنفس الجريمة، واحنا قاعدين بنتفرج وبنقول ان هو بيتعاطى ومش عارفة ايه. واي يعني اي عيلة او اي انسان ناس يعني يكون فيهم حد بيتعاطى فيتحركوا فورا يا جماعة. ما ينفعش كده ان هم يسلموه لاي مصحة او يمنعوا المهزلة دي، لان لو احنا ما تحركناش او الاهل ما تحركوش او المسؤولين ما تحركوش، الجرائم دي مش هتتمنع. البلد ودمرت شبابنا ودمرت أبنائنا ودمرت مستقبل مصر ودمرت أبناء مصر. المفروض احنا نتحرك، مش نطلع كل يوم التاني لا حول ولا قوة إلا بالله والله واحد بيتعاطى شابور قطع رأس واحد أو ضرب واحد أو موت واحد. احنا كده في دايرة مغلقة مش هنخلص منها، مش هنطلع منها الا لما نتحرك ويكون في حد فينا يتحرك والمسؤولين يتحركوا طبعا، وتبقى في دوريات كشف طبية تاخد الجماعة اللي هم المدمنين والمحششين دول ترميهم في مصحات، يفضلوا طول عمرهم كده في المصحات ياكلوا في بعض. ايه ذنب المواطن ده اللي هو ماشي لا حول لي ولا قوة، متغرب من بلد تاني شغال عشان يساعد أبنائه أو يساعد أهله إن هو يحصل له كده؟ يعني هو تعرض لجريمة بشعة يعني لا إنسانية، يعني ما فيش أي حد يتحملها. يعني هو حس بإيه، شعر بإيه لما ده هجم عليه وعمل فيه كده؟ مش ده حرام؟ يعني حط نفسك أو حط أي حد من أهلك قصادك يعني في اللي هو بيحصل ده. ما نطلعش كل يوم التاني نتكلم جريمة حصلت مش عارفة إيه حصل وإحنا ساكتين وما نتحركش. لازم يبقى في حركة من الكل، والإعلاميين وكل أي حد يطالع بيتكلم يوصل صوتهم إن هو في حد مسؤول يتكلم. الناس والأهل اللي هم عارفين إن في حد في عيلتهم أو ابنهم أو أي شخص منهم في العيلة بيتعاطى البلاوي اللي هي الزرقاء دي اللي داخلة لنا من مش عارفة من فين، لا حول ولا قوة إلا بالله. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من هو بيساهم، كل من ساهم في قطع راس الراجل ده. يعني مش هقولكم هو اللي بيتعاطى ده بس اللي هو ساهم، يعني اكيد اللي ساهموا كتير، اللي دخلوا البلاوي دي للبلد وخلوا الشباب دي تتدمر وتمشي وراهم وتسمع كلامهم ويكسبوا من وراهم. هم يعني هم كسبوا اموال بدم، يعني دي فلوس صراحة، حياة أرواح ناس، يعني أرواح ناس اللي هي راحت في البلاوي السوداء دي، اللي هم فاكرين البلاوي دي للبلد. ده فساد، ده عايزين يفسدوا شعب مصر أو أبناء مصر. ولازم كل عيلة تتحرك وياخدوا أبنائهم ويحللوهم ويحاولوا يدعوهم في مصحات لتلقيهم العلاج يعني والكشف عن ربنا يعافيهم. يعني ايه ده ذنب ان هم
ده مجرم يعني، ما حدش يقول إن هو متغيب أو هو قتل متغيب أو هو متعاطي مش عارفة إيه. لأ، هو مساهم. هو لما راح أخد الحباية دي عارف إن هو هيحصل له كده، عارف إن هو هيتغيب وعارف إن هو هيعمل بلاوي وعارف إن هو هيبقى شخص مش سوي. فهو أول واحد مساهم في البلاوي دي إن هو راح طبعا أخدها. فهو مفيش أبشع من كده إن هو حكم الإعدام على طول، مفيش حاجة نحلله نشوف هو واخد إيه أو مش واخد إيه ويدعوه في مصحة. لأ، فهو إعدام على طول. يعني أنا مش لا يعني أنا مش هعاقب، مش هحكم عليه، بس هو حكمه كده يعني. إيه ذنب الراجل ده اللي هو لا حول لي ولا قوة إن هو يشوف الموت كده، يشوف حاجة حصلت فيه. ويعني ده يعني ازاي واخد حبوب مخدرة. يعني هي الحبوب دي لدرجة ان هو يشرب من دمه وان هو ياكل من لحمه وهو ماسك الراس زي ما انتم شفتوا في الفيديو. الفيديو بشع جدا، وما انصحش اي حد يا جماعة ان هو يحاول يطلع عليه او يتفرج عليه، لانه بصراحة بشع بشع للغاية يعني. فمحدش هيستحمل ان هو يشوف الفيديو. فحاولوا يا جماعة توصلوا صوتنا للمسؤولين ان هو لازم يبقى مقصفة على الجماعة اللي هم على القهاوي والناس اللي هي الشباب دي. يبقى في دوريات كشف، والأهالي برضو يتحركوا لو ابن ليهم بيتعاطى نفس الحاجات دي، أي أنواع مخدرة غير الشابو أو أي. في طبعا أنواع كتيرة الواحد ربنا يعافي من مبتلاهم يعني. فيحاولوا ان هم يحللوا لهم ويتحركوا بسرعة ان هم يحاولوا ينقذوا حتى الشاب يعني من اللي هو حصل له ده، ان هو متغيب يعني. لو فضل طول عمره في مصحة احسن من ان هو ينهي حياة بني ادم كده بالشكل ده يعني. ولا حول له ولا قوة يعني، لا حول ولا قوة الا بالله. وربنا يرحم طبعا المتوفى أهله على الجريمة البشعة اللي طبعا هي منتشرة انتشار رهيب. طبعا ويصبر أهله وربنا يرحمنا. ولازم يا جماعة نتحرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.